السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الغاليين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. شايفين الجمال بقى؟ تعالوا النهاردة نعمل أقوى خلطة بريل هتوفري وتدبري، وحاجة مضمونة في البيت أحسن من اللي بنشتريه من برا. شايفين الإزازة قد كده بمبلغ وقدره؟ لا، أخليكي تعمليه النهاردة وتوفري فيه وهتدعيلي. لايك وشير وتعليق لأختكم يحفزنا علشان نعمل فيديوهات أكتر وأكتر. مسحوق المواعين اللي بنستغناش عنه بريل الشركات هنعمله النهاردة بكيس ب22 جنيه، هيوفر لك اكتر من تمنه، وحاجة في البيت بسم الله ما شاء الله مضمونة وعاملاها بايديكي. وطبعا كلنا بنستغناش عن البريل سواء كان في الغسيل في المسيح، فهنعمله بكميات النهاردة وهيعجبكم. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله تقيل ازاي؟ على فكرة كل ما بيقعد بيتقل معاكي، وحاجة بسم الله ما شاء الله مضمونة في البيت. هتعملي الكيس بسم الله ما شاء الله هيعمل معاكي 8 لتر وتقيل زي ما انتوا شايفينه. تعالوا نشوف الكيس بتاعنا ده جبناه منين، وطبعا موجود في كل محلات العطارة، بس في حاجة فيه اللي هو المغشوش وفيه اللي هو الأصلي. هتيجي تجيبي الفرق بين ده وده تقريبا بتاع 8 جنيه، هتيجي تجيبي هاتي الكيس اللي هو قوليله عايزة سوبر لوكس الأصلي، ده البريل بتاعه والخلطة بتاعته لما بتيجي تعملي بيبقى تقيل زي أول فيديو. وعلى فكرة والله يا جماعة لما قعد تقيل تاني، لكن التاني اللي احنا جبناه رخص شوية عن الكيس ده 8 جنيه، تلاقيه بيفصل الخلطة بتفصل كده عن المية، فما بيبقاش حلو خالص. طيب الكيس ده طبعا هنجيبه ب22 جنيه، وهو ده تقريبا اصلا انا بجيب بصراحة بالكرتونة، ماشي يعني تقريبا من شهر كده جايباه، فممكن يكون غلي يعني بتاع 25 جنيه ولا حاجة على حسب كل مكان. طيب الكيس ده هنعمله على قد ايه يا جماعة؟ هنعمله على، هو المفروض 8 لتر، لا انا عايزاه تقيل شوية فهعمله على 7 لتر بس. هيبقى البريل بتاعي تقيل، وفي نفس الوقت براحتك بقى، عايزة تزودي ما تزوديه مية، بس يبقى تقيل اكتر من الازاز تاني يا جماعة والله. الكيس ده عبارة عن آه موجود جوه العبوة كيسين، كيس معجون وكيس بودرة. هنجيب جردل من بتوع المية ونبدأ نفتح الكيس بتاعنا المعجون الأول وبعدين البودر ونقلبهم مع بعض كويس جدا، ونبدأ نزود مية بالتدريج، ما تزوديش مرة واحدة علشان ما يخفش معاك. ادي الكيس التاني بودرة، فيه منه بيبقى اخضر اللي هو البريل الاخضر، وفي منه البودرة برضو بيبقى اصفر، على حسب الكيس ما بيبقى فيه بيبقى اخضر وفيه بيبقى اصفر. طبعا هنقلبهم مع بعض بالشكل ده، البودر مع المعجون كويس جدا علشان يتمزجوا، وبعدين هنبدأ ننزل بالمية واحدة واحدة، ما تنزليش بالمية كلها مرة واحدة. واعملي في حاجة، يعني لما تيجي تعملي خلطة البريل دي في حاجة واسعة وغويطة علشان هتقعدي تقلبي فيها كويس جدا. لو عندك عصاية المقشة تقلبي فيها او معلقة خشب زي ما انا بعمل كده. شايفين يا جماعة؟ قلبتهم مع بعض لحد ما يتمزجوا، وهبدأ انزل بالمية. طبعا سوبر لوكس ده في منه طبعا اللي هو البرسيل جل، وفي منه معطر ملابس، وفي منه معطر دوني. ان شاء الله كله ده هنعمله مع بعض. زي ما انتوا شايفين بدأت ازود في المية واحدة واحدة. كل ما بقلب يا جماعة بيتقل معايا زي النشا كده بالظبط، بس طبعا هو مريم. بعد ما بيقعد شوية كده الترمة دي بتروح خالص وبيبان البريل بتاعك بيبقى تقيل وبيبقى تحفة. بس اهم حاجة قلبي فيه، يعني كل ما بتقلبي كل ما البريل بتاعك بيتقل معاكي، وما تعبهوش في ازاز على طول، لا خليه في جردل المية كده لحد اخر اليوم. كل ما تدخلي المطبخ اقعدي قلبي فيه، كل ما تقلبي فيه بيتقل. شايفين يا جماعة؟ والله العظيم جميل جدا وريحته حلوة وبينضف. على فكرة انا بحاول بقدر الامكان اختصر لكم في الفيديو علشان ما يطولش معاكم. اللي وصل لحد هنا يصلي على النبي ويقول لنا من انهي بلد بتتابعونا، ولو الفيديو عجبكم
اشتراك ولايك وتعليق حلو لاختكم يحفزنا. وان شاء الله هنعمل لكم اللي هو معطر الملابس، هيوفر لك كتير قوي عن اللي بتشتري من برا. وبرسيل جل الحاجات دي يا جماعة والله العظيم بتوفر اكتر من اللي احنا بنشتريها من برا. شايفين بسم الله ما شاء الله تقيل ازاي، شايفين اللهم بارك. الحاجة غالية بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نقتصد ونوفر، وفي نفس الوقت حاجة مضمونة في البيت زي ما انتوا شايفين، ما خدتش وقت خالص معانا. وفي نفس الوقت يعتبر وفرنا نفس نص الحاجة اللي احنا بنجيبها من برا. فإن شاء الله هنعمل وصفات اللي هي الاقتصادية نعملها مع بعض. أسيبكم في أمان الله وحفظه، مع السلامة.